فاذا لما تيجي تخسر مع كامل احترامي او تتعادل 2-2 وبعد كده تخسر من البنالتيات من فرقه اسمها جريمسي بتلعب في الدرجه الرابعه، فما تقوليش تكتيك، ما تقوليش مع كامل احترامي ان انت نازل تلاعب فرقه في الدرجه الرابعه شايل هم انت هتلعب 3-4-3 ولا 3-4-2-1 ولا 4-3-3 والجو ده. ما تقنعنيش، ما تقنعنيش ان سيسكو جاي مش متعود على الدوري، ما عملش بري سيزون محترم قوي كل الكلام ده، ولكن ده هيعطله يعني ان هو يلعب ماتش حلو في الكاس قدام فرقه في الدرجه الرابعه. انت لو جيت تتكلم معايا اصل 4-3-3 كانت احسن من 3-4-3 في ماتش قدام ارسنال في الاولاني في الدوري، والله احنا لعبنا ماتش حلو، بس اللي كان هيفرق معانا لو كان الخطه اتبدلت كنت اقول لك تعالى نتكلم تعالى نتناقش. لكن اكتر حاجه تثبت لك ان المشكله مش مشكله تكتيك، واموريم نفسه قال الكلام ده، هو ان انت قدام فرقه زي دي مش محتاج تلعب بتكتكس اصلا. انت متفوق على النادي اللي انت بتلعب قدامه في كل شيء، سواء قدرات ابيليتيز نفسها او نفسيا ومعنويا. بتلاعب فرقه في الدرجه الرابعه، اللعيبه دي اساسا عايزه تسيب الكوره وتتصور معاك، فاللي بيحصل ده يثبت لك ان في مشكله في اللعيبه نفسها.